عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتتمسك بالعلاقات حتى لو كانت تعيسة فيها، وناس تانية أول ما تحس إنها مش مبسوطة تقدر تبعد؟ طيب سمعت قبل كده عن دراسة استمرت 70 سنة كاملة عشان تشوف إذا كان الذكاء ممكن يأثر على عمر الفرد ولا لأ؟ بص، كلنا عندنا صفات معينة. في شخص اجتماعي بيحب يخرج، وشخص طول الوقت قلقان، في شخص بيتوتر من أي حاجة وبيلاقي راحته في الوحدة أو وسط دايرته الصغيرة. العلماء لقوا طريقة بيختصروا بيها كل الصفات المتعددة للفرد الواحد دي، سموها تحليل العوامل. يعني ايه؟ يعني بدل مثلا ما نقول ان الشخص ده بيخرج كتير وبيحب السفر وبيعشق المغامرة، نقدر نختصر كل ده ونقول عليه شخص اجتماعي. وبدل ما نقول ان الشخص ده عنده قلق او دائم الاكتئاب، ممكن نقول عليه انه شخصية حساسة. يعني كأنك بتوصف عربية، بدل ما نقول العربية دي سريعة ورياضية وبتستهلك بنزين كتير وسعرها غالي، ممكن نختصر كل ده ونقول إنها عربية سبور. طيب تعالى بقى نربط الكلام ده كله بالعلاقات. ليه في ناس بتستمر في علاقة تعيسة ومتعبة، وناس تانية بتقدر إنها تبعد بكل سهولة؟ العلماء لقوا إن شخصيتك هي اللي بتتحكم في كل ده. لو أنت كنت شخص اجتماعي ومنطلق، فرصتك انك تخرج من العلاقة اسهل واكبر، لان بالنسبة لك اسهل انك تتعرف على ناس جديدة وتكون صداقات وتدخل في علاقات مختلفة. لكن لو انت شخص عاطفي ومش اجتماعي، فانت غالبا هتحاول تصلح العلاقة الاول قبل ما تفكر في الانفصال. وفكرة الانفصال نفسها هتكون صعبة جدا عليك، وكأنك بتقول لنفسك حرام المسافة الطويلة اللي انا قطعتها دي تنتهي بكل سهولة. يعني لو لقيت نفسك بتتمسك بعلاقة حتى لو مش مريحة، أو لقيت نفسك بتقدر تخرج منها بكل سهولة، ما تستغربش، شخصيتك هي اللي بتتحكم في ده. سنة 1921 العالم لويس تيرمان جاب 1500 طفل يتسموا بالذكاء مقارنة بالأطفال اللي في سنهم يعني، وقرر إنه يراقبهم طول فترة حياتهم عشان يشوف هل الذكاء فعلا ممكن يخلي الناس تعيش عمر أطول ولا لا. وبعد 70 سنة من المتابعة، العلماء اكتشفوا مفاجآت غير متوقعة. الذكاء ما كانش الوحيد اللي له تأثير على عمر الفرد، لكن كمان شخصيته وطريقة حياته كانوا لهم دور مهم جدا في طول عمره. شخصيتك ليها دور كبير قوي في حياتك، أكبر مما تتخيل. شخصيتك مش مجرد شوية صفات انت بتتصف بيها، شخصيتك بتحدد قراراتك، علاقاتك، وحتى مستقبلك. انت شايف نفسك من أي نوع؟ الاجتماعي اللي بياخد قراراته بسرعة، ولا المتعاطف اللي بيدور على حلول؟ اكتب لي في الكومنتات وخلينا اشوف انت مين في دول. وما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وتشوف الدنيا بشكل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد في الشارع.